هو أنا ليه ما بنجحش؟ قبل ما نجاوب على السؤال ده تعالوا الأول نشوف هو يعني إيه النجاح أصلا. مفهوم النجاح بيختلف من شخص للتاني، ولكن هو إجمالا تحقيق التوازن بين الإنجازات والجوانب الحياتية المختلفة مع السلام الداخلي. والسعي وراء أحلامنا وأهدافنا ده جزء من تعريف النجاح، ده حتى تقبل الفشل في سعينا وراء أحلامنا وأهدافنا وتقبله كجزء من الرحلة نوع من أنواع النجاح. فالنجاح مش مرتبطة بأهداف معينة أو شكل معين، ولكن مرتبطة بأهدافك أنت مش بأهداف الآخرين. حتى النجاح ممكن يكون في أبسط الأشياء، زي إن واحد يكون عنده حاجة يقدر يقول عليها إن ده بيت، فإن أنت تبقى عارف أهدافك اللي أنت عايز توصل لها وسعيك إليها، ده نوع من أنواع النجاح. النجاح ممكن يكون شهرة، ممكن يكون فلوس، ممكن يكون وظيفة، ممكن يكون حاجة مختلفة، ولكن هي بتختلف من شخص لآخر. والنجاح كمان ممكن يكون تغلبك على خوفك، ثقتك في نفسك، نجاحك في التعامل مع الآخرين، عندك دايرة علاقات كويسة، ممكن ده تكون جزء من أنواع النجاح. فنقدر نقول ان النجاح مش بيكون وجهة محددة انا عايز اوصل لها واقدر هنا اقول برافو انا بقيت ناجح، ولكن النجاح هو رحلة كاملة من التطوير ورحلة كاملة من التوازن بين جوانب الحياة المختلفة. وانتوا بقى تعريف النجاح بالنسبة لكم هو ايه؟